النهارده عندنا الحكم الاثيوبي بملك 43 سنه، خبراته كويسه قوي قوي، وعنده اداره تحكيميه. يعني في حاجه مهمه قوي، ازاي تدير المباراه وفي نفس الوقت تحكم المباراه. واحد ممكن يحكم مباراه وما عندوش اداره، يعني يبقى عنده شويه مشاكل في الاداره، ولكن هو عنده الحاجتين، مفيش اخطاء مؤثره في المباراه. في الدقيقه 50 يمكن اول اختبار حقيقي للحكم المباراه من غير فار. ودايما لما تكون من غير فار اختبارات الحكم الحقيقيه داخل منطقه الجزاء، لان لو في قرار عدى منك الفار مش موجود بتبقى مشكله. ولكن في الدقيقه 50 هو كان حاضر في ركله الجزاء اللي تم احتسابها لبيرسي تاو، كان متواجد وقريب، لم يتردد في اتخاذ القرار. هنشوف هنا الحاله الاولى، وهنا طبعا ركله جزاء واضحه جدا جدا جدا. هنا المدافع طبعا ارتكب مخالفه العرقله بالركبه، بيرسي تاو بيعدي، وهنا هنشوف الركبه هنا الشمال بتعرقل، وركله جزاء واضحه جدا جدا وسهله. وطبعا هنا ما فيش فيها كابتن اسامه انذار، هو حسب ركله جزاء بس من غير انذار. وهنا طبعا القرار كان قرار صحيح، لم يتردد فيه الحكم الاثيوبي، وانا بحييه على هذا القرار، لان هو كان كمان قريب وكان عنده زاويه رؤيه كانت جيده. نشوف الحاله اللي بعد كده، وهنا حاله تسلل. زي ما قلت النهارده المساعد الثاني ده كابتن كان عنده النهارده 7 حالات تسلل يا كابتن شريف، كابتن عادل تميز فيهم 7 حالات. ويمكن ديت انا جبت حاله من ضمن هذه الحالات كانت في الشوط الاول، طبعا تسلل وتسلل صحيح في هذه الحاله. الحاله بعد كده هنا يمكن انذار هنا للشحات هنا، وزي ما قلنا الانذارات بتبقى دايما للتهور كابتن عادل، وانذار في نص الملعب كنت شايف ان هو ممكن يعني ما ياخدوش، وبالتالي هنا استحق انذار في هذه الحاله للعب بتهور. نشوف الحاله اللي بعد كده، وهنا نفس الشيء والمعيار معيار واحد. هنا نشوف هنا في انذار ايضا هنا للاعب صن داونز، الهجمه كانت رايحه وهو انا عطل هنا الهجوم، وكان القرار صحيح والحكم طبعا كان قريب. هنا كان انذار كمان لاضاعه الوقت، يعني هو زي ما قلت لك اداره تحكيميه جيده. يعني كان في لاعب هنا فاول احتسبه للنادي الاهلي، وهنا اللاعب رقم اللي هو كان لسه نازل لعب الكوره طبعا، وهي المفروض هي بتستأنف لعب الكوره، وهنا لم يتردد بملك في اشهار البطاقه الصفراء. زي ما قلت المباراه اداره تحكيميه جيده لطاقم التحكيم بالكامل. ركله الجزاء الاختبار الوحيد اللي فيه حسب ركله الجزاء، والقرار كان قرار صحيح. نشوف هنا طبعا هنا في فاول النادي الاهلي هنا، والكره بتثبت، هنا اللاعب راح زق الكره، وبالتالي هنا راح اداله انذار لتعطيل اللعب. دي الحالات اللي هي يمكن كانت موجوده في المباراه.